من يومين والسوشيال ميديا في مصر والعالم العربي ملهاش كلام غير عن مولانا الإمام الشعراوي. أول ما المسرح القومي أعلن إن في أمسية هتتعمل على المسرح في شهر رمضان بتتكلم عن الشعراوي وبتجسد حياته، الدنيا قامت وما قعدتش، وبدأت حرب باردة بين محبين إمام الدعاة وبين مجموعة من المشاهير الرافضين للفكرة، وبيتهموا إن الشيخ الشعراوي كان مضلل، وشايفين إن أسطورة الشعراوي كلها كذب في كذب، لأن له مواقف كتير بتناقض اللي كان بيطلع يقوله على قنوات التلفزيون. ده على حد قولهم. يعني بالعقل مفيش مواطن مصري ممكن يفرح في هزيمة بلده، إلا أن الشعراوي سجد لله شكر في نكسة 1967، لأنه اعتبر إن انتصار مصر هيكون انتصار للشيوعية، ومحدش فكر يوجه ليه